مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. ما زالت قصة الشاب عمران عمر تحدث جدلا كبيرا وسط مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وجد محجوزا أو مخطوفا في بيت جاره لمدة 28 سنة في قصة اختطاف صنفت هي الأغرب في الجزائر. وبعد الحادثة خرج أحد الجيران عن صمته بتصريح لأحد وسائل الإعلام الجزائرية، وقال عن الرجل الذي حجز عمر أنه كان يصلي معنا دائما في المسجد ولم نتوقع منه مثل هذا الفعل. وأضاف أن بيت عمر مقابل للبيت الذي كان محتجزا فيه طيلة المدة. وقال أيضا أن والدة عمر توفيت وهي مشتاقة لابنها وكانت تتمنى أن ترى حتى للمرة الأخيرة. وقال أيضا أن إخوة عمر كلهم إطارات ولم يتركوا أي مكان لم يبحثوا عنه فيه، حتى أنهم بحثوا عنه آنذاك في حصة كل شيء ممكن. أب عمر قال أنه يبلغ الآن من العمر 93 سنة وكان محروما من ابنه طيلة هذه المدة، وعمر لم يكن يبعد عنه إلا بضعة أمتار. وقال في ختام كلامه أنها قصة أغرب من الخيال. كانت هذه جميع التفاصيل مشاهدينا الكرام، نصل معكم لختام هذا الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه.